مخالفة ذلك. فكيف تتم صناعة الباطل داخل أروقة الفكر الدخيل؟ من الذي يصنع العالم الشيعي؟ يصنع هو أن يبرمج عقل الفرد الشيعي. الناس ما يدرون أنه الذي ينصب المرجع هو واحد فاسد دائما. أنا هاي منين عرفتها يوم بعد ما صالحنا السيد الحكيم والخوئي سنة 66. دول صاروا وهددوا السيد الخوئي، اتفقوا جماعة يعني بطانة الخوئي والحكيم على أنه يخالفون دولة، وأنا صالحتهم. فهناك تفاصيل كثيرة، هددوا أبويا وهددوني. عرفت أن دائما المرجع لا ينصبه شخص ومدعوم من قبل الحكام المحليين في كل وقت المسنودين من أصحاب القرار الإنجليز. قبل كان بس الإنجليز، هسه أمريكا وياهم. فالمقلدون اليوم ما يدرون أن السيستاني يدري أو ما يدري، هم مسيرون يلعبون بأفكارهم، يصدرون فتاوي ما أنزل الله بها من سلطان، ينهبون الأموال. عصابة تتكون من 50 واحد اليوم يرأسها ما أدري ياهو الرئيس الأكبر، هل هو سيد محمد رضا السيستاني أم سيد جواد الشهرستاني؟ يا أخي عصابات. عصابة على حد وصف عباس الخوئي، الابن الأكبر حاليا لأكبر مرجع شيعي في هذا العصر، أبو القاسم الخوئي. نعم، عصابة تدير طائفة، عصابة تتحكم بمصير طائفة، تسيرها وتوجهها وفق أجندة خاصة. هؤلاء الناس الهدف من ورائهم أو من مجيئهم هو المكر بالدين الإسلامي، هو الهجوم على الأمة الإسلامية. قال ربنا ويمكرون. انظر إلى تعبير القرآن الكريم حتى تعلم هؤلاء الأمم وهؤلاء الجماعات وهؤلاء الفرق. انظر إلى تعبير القرآن بلفظ المضارع ويمكرون، أي أن هؤلاء الناس لن ينتهوا عن المكر، بل سيظلون يمكرون إلى قيام الساعة. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. منذ أن ظهر للشيعة تواجد وهم دائما مناوئين للعالم الإسلامي، دائما في الصف المعادي، دائما شوكة في ظهر وخنجر في ظهر العالم الإسلامي. يمكن الحادثة الشهيرة والواقعة الشهيرة في دخول التتار لبغداد على يد ابن العلقمي الشيعي، هذه الحادثة يسويها ويوازيها حوادث كثيرة جدا من تفاعل الشيعة دائما مع العالم، مع أعداء الإسلام ضد المسلمين أهل السنة. إذا نظرنا إلى التاريخ الذي يجيب عن هذا السؤال نجد إجابة واضحة. هل قام الشيعة بمواجهة أعداء الإسلام أو المحتلين في يوم من الأيام؟ إذا قرأنا التاريخ هنجد الإجابة. إذا نظرنا إلى التاريخ نجد تفاعلهم مع التتار، إذا نظرنا التاريخ نجد تواطؤهم مع الصليبيين ضد صلاح الدين الأيوبي، وهكذا حتى وصلنا حتى إلى المراحل الأخيرة في المرحلة الاستعمارية الأخيرة في القرن التاسع عشر اللي هي الاحتلال الإنجليزي والفرنسي للمنطقة العربية. لا نجد للشيعة أي تواجد في ميزان القوى التي تقاوم المحتلين. هكذا التاريخ ينطق أن الشيعة دائما هم أقرب الناس الذين يتعاونون مع أعداء الإسلام ضد المسلمين وضد عقيدة أهل السنة والجماعة في المنطقة لتحقيق مآربهم. القانون الديني للطائفة الشيعية ينص على أن الطائفة الشيعية طبقتان: الأولى طبقة المرجعية ويمثلها عالم مرجع مقلد، والثانية طبقة بقية الأفراد المقلدين للمراجع، يقلدونه يتبعونه في كل صغيرة وكبيرة وفي كل شاردة وواردة، فيكون بذلك المرجع الشيعي والمتحكم رقم واحد في حياة الفرد ومن ثم المجتمع الشيعي كله.
يقول العالم الشيعي محمد رضا المظفر في كتابه عقائد الشيعة، وهو من الكتب المقررة في مدارس الحوزة العلمية، يقول ما نصه: عقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق، له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، والراد عليه راد على الإمام، والراد على الإمام راد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله، كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت عليهم السلام. مقتدين في ذلك باليهود، حيث أن اليهود يعطون لحاخاماتهم مكانة مقدسة لا تسمح لأي كان من أتباعهم بمناقشة رجال الدين الحاخامات. التفت يا بني إلى أقوال الحاخامات أكثر من التفاتك إلى شريعة موسى. يلزمك اعتبار أقوال الحاخامات مثل الشريعة، لأن أقوالهم هي قول الله الحي، فإذا قال لك الحاخام إن يدك اليمنى هي اليسرى وبالعكس، فصدق قوله ولا تجادله. فمن أين أتى هذا القانون الديني؟ أي وجود عبادة دينية تسمى التقليد، وعلى أفراد الطائفة تقليد هذا المرجع المقلد في الفكر الدخيل. فالمقلد أولا هو التقليد، المقلد هذا شيء جديد. جابوا الإنجليز بال 1914، قبل 1914 لا أكو مقلد ولا مقلد، وحتى لل 19 ماكو رسالة عملية. أول رسالة عملية سواها سيد أبو الحسن. لقد صنع الاستعمار البريطاني في أوائل القرن الماضي المرجعية الدينية الشيعية وعبادة التقليد.